السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السي سعد المجرب، اخويا الفنان، اش بغيتي عندي تبقى تعيط عليا في التليفون، تتبقى تهددني، تقول لي غنشوهك في المغرب، غنخويك المغرب، ما غتبقاش، غتولي الشعب كاع يضحك عليك. علاش اخويا زرت لي؟ انا عا فنان عادي، اش بغيتي عندي؟ سالينا راه عجبات الناس يضحكوك، انا سي بغيت غير نضحك الناس، غنيتها وبغيت نضحك الناس، ما شغلكش فيا السي. وبعد هذيك سالينا ما ديالكش انت بعدا اصلا كاع السي ساعد المجرب، السي ساعد المجرب، راه سالينا ماشي ديالك. بعدا انت تهضر، عاطيني البارح بالليل المحامي ديالك تيهضر معايا، كنقول ليه دوز لي هذاك السيد اللي تيهضر معايا، تيقول لي راه ما بغاش يهضر معاك. اش غتكون انت السي ساعد المجرب؟ اش غتكون انت السي مغني؟ المغنيين في المغرب راه صافي، راه عطا الله ولا قياس، ما بقاش يظهر المغني في المغرب. ها بقى تهدد فيا انا، تقول لي نخرج عليك نخويك المغرب. سالينا السي ماشي انا اللي درتها في الهيس بريس، وقت نعرف انا الهيس بريس كنت شهرت بشحال هادي بلا هاد الشو هادي. ماشي انا السي اللي حطيت سالينا في هيس بريس، انا عيطوا عليا الناس قالوا لي دخل بالصحه ديال هيس بريس وشوف راسك تماك، فهمتي؟ وزيدون انا غنيتها بروح فنيه، بنادم تيضحك، هذاك الشيء اللي بغيت. ابعدا سمع وضحك باش تهددني السي ساعد المجرب وتقول لي السي يونس غنخويك المغرب. اش هذاك التخربيق اللي درتي لي بسالينا؟ واللي بجهدك ديرو السي ساعد المجرب، اللي بجهدك ديرو، راه ما تنخافش. تنخاف انا من حاجه وحده، تنخاف انا غير من الجمهور، وتنحترم الجمهور المغربي، والله يخلي لنا الجمهور المغربي، واخا يغضب عليا الجمهور المغربي انا تابعو تيسمح ليا. ولكن باش انت فنان كبير وتحقر على فنان صغير، هادشي هذا راه ما تيبغيش لا ربي لا عبد. كون كانت فيك الروح الفنيه سي ساعد المجرد، كون كانت عندك الروح الفنيه، الا درت انا شي خطا ولا ما غنيتهاش مزيان، انت فنان كبير استاذ، صلح لي، انا تلميذ السي، اعطيني النصائح ماشي تهددني. الو غادي نخرج عليك، شوهتي لي سالينا، وراه ماشي ديالك بعدا سالينا بغيتي صافي نفرشوها، ماشي ديالك. تنقول الجمهور المغربي يدخل ويقلب على ديال من سالينا وعرفوا يونس واش بصح ولا ماشي بصح، باش تهددني في التليفون وتقول لي نخويك المغرب. لا، راه المغرب هذا السي، راه ماشي ليبيا ولا مصر، المغرب هذا السي، حد ما تيخاف من حد، سمعتيني؟ الله الوطن ها الملك، باش تبقى تهددني انا في التليفون؟ راه ما نخافش السي سعد المجرد، وسمحوا لي بزاف، والله يرحم الوالدين.